عمرك قلت أنا تمام وانت من جواك مولع؟ الغضب مش مشكلة، المشكلة انك تكتمه. كل مرة تقول معلش مش مستاهلة، عديها المرة دي. الغضب بيتخزن جوا جسمك، بتحول لصداع، لشد في الرقبة، لضيق في صدرك. الغضب رسالة، معناه ان في حد عدى حدودك، او انك قبلت حاجة مش عاجباك، بس بدل ما تسمعه بتخاف تزعل الناس، فتزعل انت، فنزعل نفسنا. خليني اقولك حاجة واضحة وصريحة، كتمان الغضب مش طيبة، ده ضغط بيتراكم وفي يوم بينفجر، وغالبا بيبقى في الوقت الغلط. فتعالى ناخد تمرين بسيط نحرر بيه الغضب. اقعد 5 دقايق بس لوحدك، اقعد اكتب من غير ما تعمل فلتر لمشاعرك او لأي حاجة. اكتب انا متضايق من، وطلع اللي جواك. حتى لو الكلام ده مش مترتب مش مهم، مهم انك تكتب وتفرغ اللي جواك. بعدها خد نفس عميق واسأل نفسك ايه الحد اللي محتاج ارجعه مكانه. وافتكر الغضب طاقة، لو عبرت عنه بهدوء هيتحول لقوة، لكن لو كتمته هيتحول لوجع. اسأل نفسك النهاردة، لو كملت تكتم جواك تفتكر جسمك هيستحمل قد ايه ولحد امتى؟ ولو الفيديو ده لمسك احفظه وانشره، يمكن غيرك يستفيد بيه. واستنى الفيديو اللي جاي، هنتكلم اكتر عن تمارين ازاي نحرر الغضب المكبوت جوانا.